لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وحتى فضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن ضريف ابن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي صدوق ويان أنه قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي صبرة النخعي إمام ذهبي وحليهي ثقة كابن حبان ابن حبان بأويلي يواصقنا أوتوثيقي ذهبي كاشف عن محمد بن كعب بن القرظي بنو قريظة يهود يؤثر كيسو وكسو جيدا لكن دوانين سوء إسلامي نكاسو حاليري قيل لم يسمع من العباس عباس وحبكام مغلين باليري عباس وحبكام وصل مغلين أياليري وهي هي عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال كنا نلقى النفر جماعة أيان لكل ميني نفركوا من قريش كمذا جماعة قريش كمذا أيان لكل ميني وهم يقولون حال يتحدثون أي شيء ثانيا فيخضعون حديثهم مركا أو إيمانه أي هذا الكتشرني وقويني هذا الك فيخضعون وقويني حديثهم حديث كذا أي قويني بمعنى ما هي أنا قلنا قرصنا يعني هذا الكذا فذكرنا ذلك لرسول الله رسولك إلى أرك أوشقني صلى الله عليه وسلم فقالوا حين ما بال أقوام ولو حال كود واسدين قومكم يتحدثون الشاكستان فإذا رأوا الرجل نكاد أركان رجلكم من أهل بيتي أهل البيت كي كم إذا قضعوا حديثهم هذا الكود يقولون والله لا يدخل قلب رجل من قلبك مقليه الإيمان إيمانكم مقليه من قلبك حتى يحبهم إلى أوج علاده أهل بيتك لله ألا درتس ولقرابتهم دوانشاه من أنك يدويهن دوانشاه أنك يدويهن إيو محل إرادة إلهي درتس إلى أوج علاده قفنا إيمان كيسو قفنا قلبك إيمان قلي ما يبير مركا حديث حديث سوناته محمد بن كعب القرظي إنه كما قال لي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديثه وحو نقوليا حسن أو صحيح أيو نقوليا مركا ومد إلا أنا هين أو هيستهد من جرت وبيلي قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك كذبه أبو حاتم وغيره أبو حاتم الرازي يغير كذا بين لو ينويك حكمين أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو بن هارم أبو عمرو الحمصي الثقة وبخاري أنت كالرجل كمدي هي عن عبد الرحمن بن جبير النفيل عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني إلى وحوق سميستي وقال خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا سو إبراهيم خليل قلت أنا خليلي قلت فمنزلي ومنزل إبراهيم أنا منزل كيجي هي منزل إبراهيم عليه السلام في الجنة يوم القيامة تجاهيني لباس كسر شيء قري إبراهيم وكسر شيء دابير والعباس بيننا عباس دحينا أنا ونود حيا بير بيننا والعباس عباسنا بيننا دحدا وهذا مؤمن هو مؤمن بين خليلين ومؤمن الله بخليل وخليل الرحمن متكستعوي هي أدحيا لكن حديث كان ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا هذا الموضوع هين وحويا وإبروي فضائل الحسن والحسين عباس بن عبد المطلب من فضل يشرف حقه كافية إنه يهي عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهي يا شرف يا فضل يا رب غفران مؤمن عم النبي صلى الله عليه وسلم فضيش تكررنا دي مال اسكدغو انت ساكو فينا
مركا أم بهنا حديث ضعيف أيوه شرف أم بأحب شرفتي سوى كوين توحس فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الله كره هذه النقطة وبلي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارد بن الشيبة ورقي ووينا وثقة كثير رقنا نقول حجيستان عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن يعني في الحسن حسن يسوي النبي قال له وحولي اللهم إني أحبه إلى أن وجعله فأحبه وجعله وأحب من يحبه قفك جعله إله جعله قال وضمه إلى صدره قال كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وضم والحال ضمه حسن النبي أو ضم إلى صدره أسوه حسن حابك أنت أوت ساسقود ضمي أيها هذا الكثير صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري ومسلم وبه قال حدثنا علي بن محمد هو الطرافسي أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود ابن أبي عوف أبي الجحاف أها وكان مرضيا مثل قهر لي هنا هو مشهور بكنيته مركو هذا أبي الجحاف كاسا لو أقوم بديه وأنا صدوق شيعي ربما أخطأ مركا تشيعي سقوا لي بيائي إنه شقكم لهني وحويان حديث كيس والقادنية عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين حسن والحسين قفك على فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني قفك عبادنا أنا وإن عبادي بر حديثكم حديث حسن وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن القاسم أنه قال حدثنا يحيى بن سليم الضائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثين يكوري ورقة مسلم اسمه عن سعيد بن أبي راشد حافظ ذهبي وحليه صدوق حافظ بن حجر مقبول يعني جهالة الحال كون بحب له على كل حال مركا محد ما ارتكسعوا أن يعلمنا مرة رضي الله عنه حدثهم أنهم خرجوا ويبحن مع النبي بيلبحن صلى الله عليه وسلم إلى طعام بيلبحن وحوش النبي إني راعين وعنتو يراعين طعامك ودعوه يجا الله ياري له طعامك الله ياري فإذا حسين حسين إياه يلعب في السكة وضد كعياري وضد النبي سيمري صلى الله عليه وسلم حسين بكو عياري رضي الله عنه قال فتقدم النبي هرمري أمام القوم قومك ولسع أصحابتها يكهر مري وبسط يديه لابد عبد وافدي كالي وليه فجعل غلام كحب الله يفر عريه ها هنا وها هنا هل كان أو سيدا كعادة الأطفال مركز كعار النبي صلى الله عليه وسلم أو كعريه ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم وأغسل ليه حتى أخذه إلى مركز وقفته فجعله حيالي إحدى يديه لبس عمد مدود تحت ذقنه هوستيس لفتان أو قركو هوستيس هل كانوا يالي لبس عمد مدود والأخرى مدي كلنا في فأس رأسه مدحيسة فأس الرأس حالي هذا وقورته أنتوا لحظ مدح آخر كيس المشعة آخر كمدح وقورته أنا أسنولي لقاري هل كان سالينا فأس الرأس يعني محيطي صان وقبتي مركزه فقبله مركزه دون كذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسين مني حسين أنا يوقم بدي هي أنا وقع هذا وأنا من حسين أنا حسين كمده يعني وحويا يعني لاتحاد طريقتهما طريقة ذا كلين أهان شهده إيو محد مارتي هل قفوا كلا يعني اسكننا أو كلا سقوا يلو كلا أحب الله من أحب حسينا حسين قفك على الله تعالى حسين سبط من الأسباط حسين وسبط من الأسباط سبط وحويا وولد الولد سبط وحالين هذا ولد كاغا وح أصيد علي أما قبل هذا وحي شيء أي سبط لي هذا وسبط يو من الأسباط أسباط كمدة كو أول لو يهمت كمدة ويعني تسأل كذا وهي هي وبلي قال حدثنا حسن بن علي خلال وعلي بن المنذر كي
وسونا وحنا هني ونكي أكوفي أها تشيع نكوتري أنا ما قال حسن الحديث وسكان غنية أنا قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل نكي أها النهدي أنه قال حدثنا أصباط ابن النصر الهمداني الكوفي أبو يوسف وصدوق كثير الخطأ عن السدي سدي بكوريي والسدي وصدوق يهم عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين علي فاطمة يا حسن الحسين يونبي وحكوي يسوى الله أنا سلم أي مسالم من له الشيس أيان أحد لمن سالمت قفك له الشيسان قفك له الشيسان هشيس بان لا أحد حرب أي محارب لدق على سنبان هاي لمن حاربته قفك لدق عشان أنا ولدق على سنة هاي حديث كأنه ضعيف ويان لأن صبحا نكان لأن صبيح عنده صبيح حاسي لم يسمع من زيد بن أرقم وحبا كم سبق لين ما أنا مغلي كربا زيد بن أرقم كم مغلي كربا وحبا كم مغلي مرك إذن ومنقطع حديثكم حديث كلا قلنا بتقاله أو محد مارتي أو جهاله حتى أو كنا بتقاله لين عسوس كنا بتقالين فضل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما عمار بن ياسر العنسي رضي الله عنه وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة وعلي بن محمد أنهما قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حافظ بن حجر الحليهي ومستور يعني مجهول الحال هاني بن هاني لكن ذهبي وحصور ري عن النسائي كسر ري أنه قال لا بأس به ورنا تاس اسكو فوق سنس مرك حديث نكي صدوق بن مرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت جالسا كفديانها عند النبي بن فدي صلى الله عليه وسلم نبي يا فدي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار ابن ياسر وإذا قالت عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وإذن مبير حسوق عليه وإذن حسوق عليه مرحبا بالطيب المطيب أيضا مرحبا سود ويان أي صادفت مكان رحمة ما الوسع يظهر شيء وواسعة بالطيب كي ونكسنا المطيب إلى طيبي الأدقي طيب كي ونكسنا إلى أدقي ما الوسعة أيظهر شيء صدق فانزل مكانك وهو حديث صحيح أو حسن وبه قال حدثنا سيدنا علي الجحظمي أنه قال حدثنا عثام ابن علي ابن هجير العامري الكلابي العامري الكلاب أبو علي الكوفي وهرق البخاري سبحانه عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيع عن هاني بن هاني أنه قال دخل عمار أي سوق علي رضي الله عنه على علي رضي الله عنه فقال علي بن الحوري مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحمق لرسولك إليه ودهيا ملئ عمار والبوحي إيمانا من جهة الإيمان والبوحي حق إيمانك لقبوحي إلى مشاشه إلى لفهيس والمشاش ورؤوس العظام رؤوس إلى يعني لفهيس مدحيدود السكرن إلى يعني لفهيس مدحيدود إلى لجاره لما أنت سيدا أو يعني مرفقينك يا كتفينك لبدا قرب يا ركبتينك لبدا جرب يا مال والباء إيمانا السجن بن لو عم ميوي معناه مولى عمار إيمانا إلى مشاشه إلى لفيسة حبنيسة لفهودة لا يجاره بمعنى سجنا إيمان يا لو عم ميوي وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله بن مسحاء وبيلي قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله أنما قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن السياح ورقم البخاري
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار نبي يربيتني عمار ما عرض عليه لو بمدقن أمران إلا اختار الأرشد منهما عمار هدي لبا أرهن لو بندقه بيتك توسنات بدن بقاتها ما عرض لما بندقن عليه عمار لو ما بندقن أمران لبا أمر إلا هدي لو بندقه اختار وحضرتها الأرشد كان توسنات بدن ومنهما لبضاس أمر كمدها حديثه صحيح فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنه سلمان الفارسي أبو ذر عويمر إيوه والمقداد ما أبو ذر جندب بن جنادة والمقداد بن أسود رضي الله عنه وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي وياني وسويد بن سعيد أنما قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي وأبو ربيعة الإيادي يسألنا حافظين حج الحليه ومجهول حال عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني إلهي بإفري بحب أربعة أفرج علامته الإفر أفر قف أن جعلاته أي إلهي إفري وأخبرني أنه يحبهم وحنا إيشها إنه إلهي جعلي أفرته دبا قيل يا رسول الله منهم قال علي منهم علي باكمده يقول ذلك ثلاثة صدح جر علي منهم وأبو ذر وسلمان والمقداد رضي الله عنه وهذا رجع أي شيطان أو شيعة الرافضة والشياطين تأيه وحي شيطان أنت كلو صحابة النبي وير الدوبين كلها أفرتن ما هي أنت كلو وير الدوبين لأنه محيربان مركزاس ليهن قصد كل حويان دين تإنه رميان ربان إلا دين يا سورة دين النبي كسورة نقلت الدين كواي وصحابتي هذه صحابتي للدره دينك ودور مياه لأن دينك كان يأكل سنة هدي قفك حاملك هدي للدره محمولك هنا يسوون وراعي مرك قصد كده حويان حد الدين دين تدومين تدوي قصد كده الشيعة مرك فضائل بلال بن رباح رضي الله عنه ان فضائل شيء يؤبى بها وبيلي قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أبو جعفر أحمد بن سعيد بن الصخر أبو جعفر الصرخ سننك بخاري مسلم الشيخ ودوياني أنه قال حدثنا يحيى بن أبي بكير واسم أبي بكير نصر بلد نصر مركب ويحيى بن النصر أبي بكير القيسي العبدي أنه قال حدثنا ورقة ثقات كثقة يعني سبب قال حدثنا زيد بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عاصم ابن بهدلة نواتوها ابن أبي النجود مركل ينسب إلى جده وبهدلتنا أمه وهو يدي بهدلة مركل ورواية عاصم كان يراد إمام كيدي واكأ ومركز لبا يسين وضنا حفصي الشعبة وأرضيدي أسي كقاتين من القرآن كقاتين مركز عاصم ابن أبي النجود يسوي حليل هذا حجة في قراءات حجة وين أيوه لكن حديثك أنت ساس ما حديثك هو حسن درجة حديثك لأن حفظ قيسة أيه هو صدع عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أول من قفمتك وريوحها منكو أظهر إسلامه إسلام نسب موتيا 7 كان 7 تضبوا وحيا هايين 7 من الرجال يا وحيا هايين كانوا محلي هذا أول من أظهر إسلامه إسلام كيس قف وهريو إسلام موتيا أي هايين تضبوا يا واتدواس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنه هذا اللي مشيكين ضد كسي وذهرية أنت وذا بدن وأو زيد بن حارثة لما شيكين علي بن أبي طالب لما شيكين خديجة بنت خويلد لما شيكين أنت صدقا لكن وحويان وأنت أم بشيك هذا أنت سبق أبصر فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله إلهي دفاعي بعمه أبي طالب من أجل إلهي كل دفاعي قالوا لبكودي وحو إلهي ودفاعي وقعلي أدركت أبو طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه قومك بنو تيم يا إلهي كل دفاعي وأما سائرهم أنت كلا سهرته
فأخذهم المشركون مشركين تواي قبتين وألبسوهم وحي أقول بسين بيوري أدراع الحديد قمسيال أو برأة أي أقليين وسهروهم ويدلاليين أذابوهم وأحرقوهم مركز كوكو بين وكو دلاليين في الشمس قرحدي كانوا كو دلاليين فما منهم من أحد قف كمد ماهين إلا وقد واتاهم يعني وافقهم قف كستواء وافقين على ما أرادوا سيدا قالوا يردين أفكوا يعني كوها أفكا لو شيء أفكا أيوك وافق قلبي وميا على ما أرادوا إلا بلالا ما هي فإنه هانت وحافظ فإنه يسقع بلالا هانت عليه وحكف ضاضي نفسه في الله نفترض محيطها وحيتها نفترض ملح هدي لو جوجو عد لو جوجو محيطها إلهي درتي سبحانه وتعالى هدي لو جوجو نفتسي فضيت وهان على قومه قوم كيسين وأكتدوا دشدوا كف ضاضي فأخذوه قبتين فأعطوه وحيوديبين فأعطوه وحيسيا الولدان عرورتي مكة يوديبين فجعلوا وحي بلابين يطوفون به إن لو ريقيان في شعاب مكة بوره هذا ودوين كود حي لو ريقيان وهو يقول سقوا لها أحد سقوا لها إلهي وهل أيو لهي مركو أساسه حديث هنا حديث حسن صحيح ونقول لها لكن واحد يدير عاصم ابن أبي النجود ساسو شيء حسن الحديث وبه قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي وقال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوديت بالوالي دبي في الله ألا درت سال يدبي والحال ما يؤذي أحد إن بدن تصبح مقلسة ضد بدن مسك الحديث كان عنا هي ودهية وعلى يدبي وحال يدبي دب أن قفنا لدبين حديث كان أساس معها قف دب أن قفنا لدبين أيال يدب ولعبسجلي أن قفنا لعبسجلين أيال يعبسجلين ساس ما حديث كمركب عنيس حديث معنيس وحويان لقد أبديت وعلى يدبي في الله بالي يدبي والحال أيال يدبي ما يؤذي أحد أيضا قفل لدبي أسنجرين وإلهي درت قفل لدبي أسنجرين أي أنا اللي يدبي ولقد خفت ولا بغدين قلي في الله بالي بغدين قلي والحال ما يخاف أحد قفنا ألا بغدين قلي ولقد تتوحى علي الدشيدة ثالثة ليلة ثالثة حبيت سدحات والحال ما لي أنا قوس إسقنانين يولي بلال طعامك يأكل عندو كبد بارد صحيحة إلا ما كما هي وراه أو أستوري وقري ابط بلال وحنا صبرت لي سد حبين أو عنتو أنا بلال أنا هيس إلا وحكي الكيشة وساسقو قري ما هي وحن معنا له يعني يا رمضان عنتو سان وحسن أو يرهدو أو كلكيشة أو قليو كلي أيك جرت أو قف بيرل يعني قف نول وح أو عنه وأنت سينا أنا هيسن وبيلي قال حديث صحيح ويعني وبيلي قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وفيه ضعف عن سالم أيو كوري عن سالم أدير كيسو كوري حديث أن شاعرا كشاعرة يا مدح أماني بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيو أماني فقالوا في شاعرك بلال بن عبد الله خير بلال أيودي وركب حكو صدري بلال بن عبد الله وبلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مركب حكو بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر رضي الله عنه ويلكي سلاماني يا وحير كذبت شاعر بنبت سكت لا ما أهروا خير بلال بل بلال رسول الله خير بلال بيش خير بلال وحأه بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم معها كان معها نوش مرقوا أساس فضائل خباب وخباب بن أرط رضي الله عنه من السابقين الأولين يكم ذها وبالي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله وحراء بن عبد الله عمرو بن عبد الله حنش والثقاء أنهما قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي
وسلمة بن معاوية الكوفي وأحد التابعين قال جاء خباب بايبت رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فقالوا حلود خباب سودوا خباب فما أحد ما أهان أحق كحق نبضا بهذا المجلس مجلس كان وكان منك أذيك أجب حق نبضا إلا عمار ما هي مثلا مجلس كان إذ حق نبضا وعمار أنا هن مجرتين سودوا فجعل خباب يا وحب اللعبة يريه عمر إنه تصيو آثارا رادد نبررها السي يعني رادد وبظهري في ظهري نبرك سوسبان مما عذبه المشركون أي من تعذيب المشركين مشركين عذاب الدودي عذاب المشركين عذاب جرين وحي ثمانيا بر انت مضانئي انت دب قليان يرحله رحله اي محل ضبعه يكون محل كسيحينيا محل مارتي وحويا فما يضفئها الا شحمه يعني شحم كيس يقيانك كإيماني يا رحلها سمختيني وحكى له مختيني مجران رحلها سام له سارية مركز رحلها سحب دمينية والضبن مدي كقاضية محد مارتي برورتيس يقيانك كإيماني سق أدب عدم تشرين قالوا حديثنا صحيح ويعني وبلي قال حدثنا بحثنا فضائل زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت الفرضي علم فرائدك إلهي أوسي صحابته أقول فرائدك بدناها وبلي قال حدثنا محمد بن مثنى أنه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي أنه قال حدثنا خالد بن حداء عن أبي قلابة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي متكون حريصة بأمتي أمتي والله أنا حريصة متكون حريصة بدن أبو بكر التقويان أدو حريص بدنا رحم بها وأشدهم كانوا أذق أمتي إذا كانوا أذق في دين الله عمر رضي الله عنه حق الدين كان شهد يكون قد أنت يكون أذيق جيد عمر بأبوها يستا وأصدقهم كانوا أمتي يقولون شاك بدن حيان حق حشوتك عثمان رضي الله عنه وأغضاهم مثل حكم كونك سني علي بن أبي طالب أغضاهم علي وأغضاهم كان أقول حكم كأسيب الدبضان هذول لبقف كالسارو علي بن أبي طالب وأغراهم مثل أغرنت بدل كتاب الله أبي بن كعب سيد القراء وأعلمهم كروح أغرنت بدل بالحلال والحرام معاذ بن الجبل وأفرادهم كانوا يقول حلقة علمك الحلقة مثل أغرنت بدل زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمتك أمينا بأسرنا هذه كأمينة أمانة صحيبة وأمين هذه الأمة ومدن أمين كيدنا أبي عبيد الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين حديثهم صحيح وبلي قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حداء عن أبي قلابة مثله فضل أبي ذر رضي الله عنه أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أول سبب رقوا كتير لسو هذا وقار وبلي قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا أعمش عن عثمان بن عمير ويقال أيضا عثمان بن أبي حميد البجلي أبو اليقظان كنيته أبو اليقظان وهو مشهور بها كنيته لو يغنى بركة وكوفيا أن كان ضعيف الحديث وها هذا واختلط واسكدر داري هذا وكان يدلس وسد حيبان مذ أفرادنا وكان يغلو في التشيع الشيعة نبذنا آدو قلت لحتى يجري انت على كل حال ضعيفة وركي سوسو أروري ضعيف يكسو عن أبي الحرب ابن أبي الأسود الديلي أبو الحرب ابن أبي الأسود الديلي يكوري ورقى ثقات كما يسوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء تيبورك لهد ما إسان قادم وي وأرضها لوجده للكم ما حنبارين يدو ليري لميت ما أقلت ما إسان قادم وما حنبارين الغبراء أرضها أو بربورك له ولا أظلت من إسان هرين
الخضراء تعقرت سمد اللجدان من رجل رجلك أصدق رنشيقد بدن لهجة حق اللهجة يهضلك من أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر قف كرم بدن كرنشيق بدن سمدنا مهر رلكنا مقادين ويدس حديث العنيس هذا حديث كان سأرك سبب ضعيف لكنه جاء ضرق بدن كوي روايات بدن كوي هذا يوري هذا عبد الله عمرو بن عاص رواية عبد الله عمرو بن عاص ورواية ضعيفة لوجود الضعيف فيها لكن أبو ذر رضي الله عنه يسوون حديث وصار عند الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ذهبنا مختصر المستدرك كتابك حاكم وكو اختصاري مركب فثبت الحديث بحمد الله صار حديث كسكون هذا حديث هو لفظي سوى سجية لفظي حديثه وسجية لكن رواية عبد الله بن عمرو بن عاص ضعف مركب حديثه يعني حكمك حديثك مرنا حكم حديثك مرنا حكمك ساريسا عندي ربط هو ذا مركز هو صحيح هذا لك حكمك ساريسي رواية عبد الله عمرو بن عاص حليتها هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد سند كان ضعيف وياه سند كان صحيح مثلا مركب أساس فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه فضل قيس الأبام وبيل قال حدثنا هناد بن الصري أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق والصبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق الصبيعي بقول سنة قاري من تابعي أدعي عبادة بدن أيها مركي دنبئ ودمر بي ومحد مارتي ودأدي قبطي مركز أوي لوي محاد عي محل أويسا وحورين كيجي هل رجع قرآن كذا كنت كشريبه هذا دوا مركب بقول سنة قاري هذا وحروح عن كبد الأهيبير سورة البقرة آل عمران عن كبد الأهيبير أنا هل استكنت كذا لابد الصورة ذا وعن كبد الأهي أنا هل رجع كنت كذا يعني ما إذا يكون مسيدار كذا يعني عام يصور راس وليه ودوا مركب بقول سنة قاري عجيب قدرت كاسوا ضد عجيب أهاي عن البراء بن عازب رضي الله عنه من قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة أي قطعة ويان السرقة وقول ومن حرير يا النبي قال له سهدي صلى الله عليه وسلم فجعل القوم قوم كحب الله يتداولونها إن سودي دي بينهم أنا كان يديب أنا إتس فقال الرسول مركزها وحوارك النبي صلى الله عليه وسلم وحو الدنيا حرير يريد إن حوق قلبي كنت علقي فقال الرسول مركز كرضي الدنيا ضربا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من يابسان من هذا متى الله يا بنتهم بيني فقالوا له نعم يا رسول الله شلي عيادة يسيق عن تقرانتاي يقرح هذا فقالوا حدي والذي نفسي بيده ألا نفتي يدي سكسوانتوي ونفتي قد قديني أن كل أرتي لما ناديله سعد بن معاذ سعد بن معاذ دمشق جوجا مركز سعد بن معاذ أفتر ديالك بالكان أو تيشك إيو أفكر لسكتيرا فسلتك إيو ديفك القسيم إيو لما ناديله سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة الجنة يقول مناديله خير من هذا كان أيوك خير بدن كان وحك خير بدن أفترتك أو سعد بن معاذ اسكنا بدرك اللي سوق رحيو الجنة ديال هي حريتك على واحد اسكنا كان لسكتير ديفك أي كان كون سمي بس قلبي مركز كان ودواب نعيبة تيو قلبي كنت على غيا الجنة دي بلي رواياتك البخاري مسلم وألين كاسا كان سيتشلع بدن بيش وبلي قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان طلحة بن نافع على الإسكاف نكي الأورنجل وياني عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إليه بيجري اهتز عرش الرحمن عرش الله الرحمن كأه أيال له شيء عز وجل لموت سعد بن معاذ عرشك الله الرحمن كأه أيال له شيء أو محمد الله شيء يعني موت سعد بن معاذ فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ قلد يسوق ليسو أو يسوكر أي عرشي اهتزاز أسمي لولش وليا همودين عرشك لولا شديسة إن أو محب إلهينا أو الله لنا أيوه لأن مركو هربا محب مارت إلهي سبحانه وتعالى عرشك ودول سارينهم عنهم معها إلهي واسرية
عرش وكسرية سوق سرية سجى يقان لكن ما هسيد مخلوق أكل سرية كانوا يلا كانوا يلا كان إنسان وسيء معها وسيله يقانوا أسجى أديننا مركز لكن قلبي إنه يكون عظمها ومركز سيد جسمي وكل إليه تكرهته أو يتحرك بحركته يعني شيء صاص معها إليه سبحانه وتعالى مركز اهتز عرش الرحمن بقى شيء عز وجل لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حديثه لابد حديث باب كسر لابد حديث صحيحين كون فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ساسو شكنا صحابتهم سبت لوغا شكينايو مد iyo جماعه iyo looga sheekay fadaa'ishooda waxa weeyaan waa raddan يعني على الذين زاغوا عن الحق كل حق كل احدي ومن الشيعة والخوارج وغيرهم اي لو ردينيا وكو سو صحابته نعب ايغا odayalo ah shiicada koow oo cidba aan soo reebin in yaro aan macna lahayn ma ahay iyo khawaarijta labadaas ugu daran firqada iyo waxa ayaga ka farcama وبلي قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جرير بن عبد الله البجلي وحوري ما حجبني رسول الله رسولك إلهي إما حجاب منذ أسلمت إسكامك حجاب نبي صلى الله عليه وسلم مركان سوء إسلام لقب الله نوحها آد قروح بدن قروح دي سوى حال أورنجري يوسف هذه الأمة هي الأورنجري يوسف أمدان نبي يوسف أمدان شوقيس يقروح ديس يسيد إلهي اسمه سبحانه وتعالى سير عجيب أيها إلهي تركيبه ولا رآني إيمان أركي النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وموسوني ودول عديني في وجهي مركو إجي دبا وإي وجهي في وجهي وإي دول عديني ولقد شكوت إليه نبي قال أشهدت أني لا أثبت إن أنا نسونا على الخيل فرد دشد إن أنا نفسه فرس قدام فول إن كدعو أيان أشهد فضرب النبي قرعي بيدك عندي شرفت بدن في صدري حابتك كبر حابتك يقول لفت حتى أثرت في صدري إلى كف كيسي وساميو يعني وكم غضب حابتك وقال اللهم ثبته إلهي الصق واجعله إله كيل هاديا من أمده هنونيو مهديا إسقون هنونسن كهنونسن وجدك حقه كسعة أمدنا شدك كهنوني حقه إله كيل وحديث صحيح كحديث فضل أهل بدر ذاتك أهل بدرك فضل لجود أيوب بابي ذاتك أهل بدرك ضيالك بدرك قيم قالي فضل لجودي فضائش وبني قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريم أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد كاس سفيان هذا سفيان الثوري بحديث كوري لما يحيى بن سعيد وحكوريا يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما ثقتان كلاهما من رجال الستة يكمديهن أبو حيان التيمي إنه يحيى بن سعيد الأنصاري هدينا على قفيريو واحد بدا يحيى بن سعيد الأنصاري إنه يحيى هدينا على إيجانا يحيى بن سعيد التيمي إنه يحيى عدو على كل حال يحيى بن سعيد التيمي بلو بديه عن عباية بن رفاعة يكوري عباية بن رفاعة بن رفع بن خديج عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال جاء جبريل بيمت عليه السلام أو ملك أما ملك ملائكة إلهي كمدة إلى النبي أيمن صلى الله عليه وسلم فقالوا وحولي ما محيبا تعدون ترسان من شهد بدرا بدر قفك حاضري فيكم دحدينا محاتكو ترسان محاد لهذان قفك دقالك بدر كقيب قلي أوه دحدينا أضغط قانان قالوا حوليهن خيارنا كوين نوغو خير بدن يا نقانا قال وحور جبريل كذلك سداس وخيارك يا هم عندنا خيار الملائكة يعني ملائكتي دقالك بدر كقيب قشنا وخيار الملائكة خيار الملائكة وين يقولنا ملائكتي كقيب قشي يعني محوها بدر يقولنا ملائكة يقعوا خير بدن كذلك سداس هم عندنا أكثر كوكو خير كبير الذين شهدوا بدران خيار الملائكة ملائكة كوكو خير كبير وهي هي أن فضائل الصحابة صحابة بود أهان وصحابتي أول محد مارتوا تعميم بعد تخصيص مركي لسوا خص مدمد الله سوا شكشاقي يهدانوا بود أهان محد مارتي أن العميمية فضل الحيان صحابته وبلي قال حدثنا محمد بن صباح
أنه قال محمد بن صباح بن سفيان الجرجراء إنك أهوي أبو داود كواتو آد أصاب بدينشري أنه قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد وبيلي قال حدثنا علي بن محمد وهو الضنافسي أنه قال حدثنا وكيع وبيلي قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أنه قال حدثنا أبو معاوية جميعا سد حذبا جرير ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش يكوريا عن أبي صالح عن أبي هريرة ماشي تقولي عن أبي هريرة غلط ويان حديث كان بخاري مسلم ووريا بخاري على الصواب وكوريا مسلم كنا يسقنا وحويلات عن أبي هريرة لكن هذا مرتين سه صحة وحويان وعن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ترمذي ابن ماجه نفتيسا نسخوين هراء نسخة كميد أولها لي ومتقنة آد لو إتقانيي أبو سعيد أي كقرنا إما إن تهي إصلاح ويهجاجين بعض النساخ أي هجاجين إيه إن أساس أصل كهر واحد بقى والله أعلم على كل حال حديثك حل لو يغنى حديث أبي سعيد لا حديث أبي هريرة أبي هريرة إيش حكمه مرق حديثك أساسه وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصب أصحابتي هعاينة بيه هعاينة أصحابتي ده وأصحابتي جودهان فوالذي يوم نقول هذا يا مركز وحول هذا يا أمضى الدنبا ودن وح الله وح أصحابتك الدنبية ودن يقول هذا يا لا تصب أصحابتي هعاينة فوالذي اللي بنقول دارني نفسي بيدي كسقنتهاي لو أن أحدكم أدنك متكين أنفق هدو بحيو مثل أحد بورت أحد أوكله ذهبا من ذهب أو ذهبا بورت أحد أو ذهب أوكله هدو بحيو وفي سبيل أكب بحيو ما أدرك ما هليليو مد أحدهم يجي متكز هل كومبو أو بضرة أو متكود أو بحيي مرة ما نس ولا نصيفة حتى مد نسكس هل كومبو حتى نسكس أو بضر بورت أحد أوكله أو ذهب هدو بحيو وفي سبيل أكب بحيو مخلصا السقوة المحل هذا ما قال يقف صحابي هل كومبو بضرة حتى نسكت أو بحيي حتى مرة ما نيجي أجرك أوكالي إلى أكتسي أقوى انتهي يمدان وحش خاصكم لها مرقوا واساسوا ولا نصيفه حتى ما دم ولا نصيفه حتى ما هليلي وورد وين وركاس وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قفك وقت كان هذا مركب ملاه إلهي وباديينيو ومركب أو شيعي أو كديو أو محد مرتي وضد الشيعات أوقاته marka uu qofku khadka ka dhacayo oo saxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkaas ilaahay jeclaaday oo faraha la galo dadka ilaahay oo jeclaaday oo faraha la galo koodii hore kii dambe dadka dhahaya ama muaawiya ama fulaan ama waxaas oo dhan muaawiya waa ka fadhiya isagoo muaawiya dadka saxaabta ugu liita ahaa markii loo eego haddana intii ka dambayso asaa ka khayr badan intii ka dambayso dhan asaa ayaa ka khayr badan وبيلي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن نصير ابن ذعلوق الثوري مولاهم أبو دعمة الكوفي بليلة وأنا صدوق بي أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تصبوا هعاين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم يجمدكم استاجديسا ساعة أو تاجناد خير من عمل أحدكم عمره ما هي ورك ابن عمر صحيح ورب وحليه هل قفك صحابي أو هل مال الجهاد قالي هل ساعة بس جهاد قالي وكفض البدني هاي قفك أدينك أو يعني أن صحابي هين أو تابعين تدكتي دمبيسية عمري يس أو رم هدو تاجيه إيه هل ساعة كلي أو تاجنادو صحابي هلك ساعة صحابي يا فضل بدر وأول صحابي فلا مقام أحدهم يجمدكم استاجيسي ساعة أو تاجنادو خير وخير بدين من عمل أحدكم عمره في عمره يسألون أو تاجنادو فضائل الأنصار هذه فضائل الأنصار وبيلي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله ابن حنش
أنه ما قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار قفك أنصارتي النبي جعل هذا أحبه الله إليها جعل هذا ودعاء مركز أما واحد كده خبره إن شاءت كده مركز هذا أحبه الله إليها جعل هذا أما واحد كده خبره أحبه الله إلهي بجعل هذا قفك أصحاب أنصارتي النبي جعل هذا وحو إلهي بجعل هذا السجن ومن أبغض الأنصار أنصار تقفوا عرض النعنة أبغضه الله إلهي بنعي أما الله النعو هذه مدة تهيبنا هذه لقديو جملة إنشائية لقديونا هذه قفك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدعي الله كديو دعاء النبي محمد يستع ودعاء النبي لا يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة قلت لعدي وحاري أسمعت ماذا مغلي عدي بن ثابت وحكوا يربي ما ذيك مقلي هو حديث كان من البراء بن عازب ماذا كمغلي قالوا إياه يحدث أنا يوم شيء قبل أنا بحديث إيش شيء إياه يحدث بي حديث كم أنا إيش شيء وحديث البخاري مسلم وابن قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم نك هو يعني إمام أهل الشام أنه قال حدثنا ابن فديك محمد بن إسماعيل عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن السعد عن أبيه وعباسة عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار أنصار ومرهوصات شعار حالي هذا وحجر الشعار والدثار والثوب الذي يلي الجسد ومرض الجرك اللحي شعار لي هذا ومد أدوك قيمها بدن عورض أستور عيسى مركب حويا الأنصار شعار والناس دثار تذكر ومرض كور لقى قادنا سيدا أما إمامة أما كور لقى قادنا أيوة والناس دثار ولو أن الناس تذكر استقبلوا واديا تكدي قابلان أو شعبا واستقبلت الأنصار أنصار أي قابش واديا لا سلكت وادي الأنصار جدك أنصار ما أنصارت يعني ماشي كتشوجان أيوة نبي قلت المام صلى الله عليه وسلم حديدتك كلا شعب والشعب حويان الطريق بين الجبلين أو الطريق في الجبل لبضوا ولي هذا تق أمس جدك لبضوا برود حي حديدتك قادان واستقبلت الأنصار أنصار أي قابشوه أو قاضي يعني واديا لا سلكت وادي الأنصار جدك تق أنصار قادان قاضي لها بير ولو الهجرة هجرتي ما هاتينه لكنتم امرأ قف أيان لها قفكم من الأنصار قف أنصاري أيان نقول لها هذا حديث كان وضعيف الإسناد لأن عبد المهيمن ابن عباس وضعيف لكن حديث اللي يقانو ومن روايات كثيرة من الصحابة ومحد مارتي يعني لقوريي وحتى سالم بن سعد كمدي هاي يو عبد الله بن زيد يو أنس بن مالك ركفر بدن حديث أي ورياه مرقا وبيلي قال حدث مرقا عدو على كل حال لفظه ولفظه السجن وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد هو الغضواني شيخ البخاري وطوها أنه قال حدثنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزنين عن أبيه وأنك ضعيف ويكاسي عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إسقى لفظه ثابت ويان وسجن يهي حديثك لكن وبخاري مسلم ما بصوص عليه لكن من غير هذا الطريق من غير رواية عمرو بن عوف يربو صار فضل ابن عباس عبد الله بن عباس فضل رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي أبو بكر محمد بن خلاد بن كثير أبو بكر الباهلي أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويانا أنه قال حدثنا خالد بن حداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه نبي حقي سيضمي وقال وحوري اللهم علمه الحكمة إله حكمة بر وتأويل الكتاب يكتاب تفسير كذا حكمة إلهي بر وتفسير وتأويل الكتاب يا كتاب القرآن كأ تفسير كيسنا إلهي بر مرك حكمة المحيطة الفقه في الدين يعني سيد روايات قال إلا كويمة اللهم فقهه في الدين إله دينك فهم سي فقيه في الدين الله كذلك وعلمه تأويل الكتاب كتاب تأويل الكتاب إلى بر باب في ذكر الخوارج خوارجتي شيغستو دي أبابي خوارجتي شيغستو دي أي أبابي هي
markii laga soo baxay dadkii warwanaagsan akhyaaru naas yaa waxa loo guda galay ashraaru naas oo ahlu bidci iyo firaqdoodii ayaa hadda halkan looga guda galay وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا حلي وذكر الخوارج والحال ذكر الخوارج أو الشاقي علي رضي الله عنه يا وحي أسوأ كشيء كين خوارج فقالوا وحي ومر خوارج ثلاثة قالوا فيهم وحكسوا رجل كاسو مخدش اليد قعنتس أي نقصان طيب بمعنى ناقص اليد قعنتس أي نقصان أو مودن اليد قعنتس أي نقصان طيب أو مسدون اليد قعنتس أي يرتعي بمعنى صغيرة اليد صغير اليد قعنتس أي يرتعي قعنتها قعنتها قابن قعنتها نقصان وسوى ليه marka ninkaas ayaa ku jirabiyo nin nabigu saas yiri sallallahu alayhi wasallam ayaa ku sugan walaw la anta daru kuwa qooqa oo kibra isla weynaada haddaadna ahaalahayn la hadathtukum ali badahay radiyallahu anhu wadin sheegi laha bima kibadin sheegi laha wa'ada allah ilahi u ballan qaaday alladina ku yaqtulunhum layniya kuwa khawaarijta laaya waxa al aktis kulayhim badin sheegi laha ala lisan muhammadin sallallahu alayhi wasallam يعني ما يورك علي وركا وتا علي يا رضي الله عنه وركا وتا ولولا أن تبطروا بين حضرنا كوكب روق وقعدنا هالحين لحدثتكم وإذن شقلها بما وعد الله وحى الله بلن قاضي الذين كوا بلن قاضي يقتلونهم لينيا على لسان محمد أبو بلن قاضي صلى الله عليه وسلم قلت حير أنت سمعته من محمد هذانا عبيدة من عمرو وحنكون يقول ماذا حديث كان صلى الله عليه وسلم قالوا إيه ها ورب الكعبة 3 مرات سدح تشيروا علي مرة إيه ورب الكعبة إيه وبلي قال حدثنا وحديث صحيحين كأ وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي أبو محمد الكوفي وشيخ مسلم أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلي وياني عن زر هو بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج واحد حيبير نبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان دأدو يرتحي ودأير قال يرأى ذاتك سفهاء ولا حرام عقل يالكودون أي ضباليهين عقل دموي عقل ود مرة من السرنا يقولون وحي كل واقعان من خير قول الناس ذاتك هذا الكود بتكون خير كبدا ذاتك هذا اللي يكون هذا ما هو خير كلام الله يقرؤون القرآن كأخريان لا يجاوز حاله وسجود بينه ترقيهم كالحمود وسجود بينه يمرقون ويدسان وكدحبحان من الإسلام أي كدحبحان كما يمرق السهم من الرمية وقلت خوارجت وكفاري لهذان وقاليسيا هي حديث كان حجيز فمن لقيهم قفك لكل ما فليقتلهم حلايو قفك لكل مقواس حلايو فإن قتلهم دلكود أجر ويان عند الله إلى أكتس أجر لمن قتلهم ضدك لايه أيو إلى أكتس أجر لكن شرط وحواه مركز دلكود وعبادة نقول يو أجر كلاجهليو وحويا وإنه إمام وإنه محل إلى ذا ولدق على ما يو إمام كاس نقول الجدال دق على ما يو وإلا هذيك لا قالوا إنه قالوا لدق عشو إسلايو ليجا بحد مرتين معها وإنه جراء قف ومسلمة ويجا لدق على ما يو إمام المسلمين وإنه جراء هذيك قبائل إسلامية وحوم الراميان قلت لأبي سعيد وحنكو يربو يري وحدها يا زر بن حويش وحني لما وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا محمد بن عمرو على الغمي وياني عن أبي سلمة أبو سلمة عبد الرحمن قالوا قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحنكو يربو يري هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية حرورية ومبتدعة خوارجت أي ليلة ذا حرورية وحلوهم بحيي ماشي أورس اسكو أرسلان أول مكان تجمعوا فيه يا ميل حرورة ليلة ظهر الكوفة كتال أي أهد مركز شيئا بكم غشة فقالوا سمعته نبي المقالي صلى الله عليه وسلم يذكر أسوي شيء أيان مقالي بيري قوم يتعبدون وعباديستان يعني قوم عبادة بدن أيوك الشكيني يحقر أحدكم وحوري
أحدكين وحقرا صلاته وصلاة اسمع صلاتهم صلاة التكنيان يهدد أركتد صلاة ما بقى تكون صلاة عدم وصومه يحقر مع صومهم يمرغون من الدين دينك كدسين كما يمرغ السهم من الرمية أخذ سهم قامون كيسو سوق هذا قامون كيسو سوق هذا ضدكو تسينا يعني فنظر وفيري فنظر مركزه فيري في نصله أيو فيري نصله حويا وعارض ماشى فلم يرى شيئا يعني ماشي وقريته شيء وقلي فلم هلكس فيري نساء فلم يرى شيئا فنظر دنوا فيري في رصافه والرصاف حويا وسيتك واسكوها الذي يلوى على مدخل النسل ماشان عارض سيتك لو سو دوبو كاسا لو جيدا على مدخل النسل او يعني محل مالت في السهم قامونك ماشو كغلو سيتك او ماشا محل الى لبدود اسكو قبطه كاس ايها دنا فيري فلم يرى شيئا فنظر في قدحه عود وحوي عود السهم قامونك نفتيس لانتان او قامونك او كيالو لانتي نفتيدو فيري فنظر في قدحه بالله والقدح عود السهم فلم يرى شيئا فنظر في القدد والقدد والريش بالك أكدوليو قمونك أكدوليو فتمارى هل يرى شيئا أم لا يعني ما هي تاي وحوات مبالغة وحويا رجعني ان قمون كاس مش أوريسي وكجلي أجارك وكجلي أجار الوهدي مركز كده تسيبه كوي سأيقو دين تقدسي أنا أقدسي سجنا سو قمون أقدس أجارته الرميض أجارته أقدسه أي يقول قمون أقدسيه مركز وحول قمون بركودس أتسوق عند قمون ماشي هرات فيرس حقوق متشدد هذانا واحد فيرسي بالك ساتك ويسكو هيا السجا إيو بالك محل هذا بالك مدخل السهم يسكو هيا هذانا حقوق عود كان أولانتا أو قمون كأيات فيرس وحبكم ليكم يال يوصي مدكم يالو هذانا ما حد فيرس بالك نفتيسي وخدوا لي قمونك وحبوا ما دنشيدين فنظر في القدد فتمارى واشكي هل يرى شيئا أم لا وحمقوا يالا مسكم يالو أيادا وكشكي بمعنى محيطا وحبي سداس وكلاء أي يقول الدين كيهم وبلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة القيسي عن حميد بن هلال العدوي عن عبد الله بن الصامت الغفاري رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عن عبد الله بن الصامت الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي إن بعدي كذلك وحى هذه من أمتي حالي كمدهين أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا إذا القرآن كأسم قد بين حلوقهم لونتو هل كان لونتو موجود بين خاص بقول ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة كواتو حويا انت الله أبوردك وشرط بدن محيك لي الخلق والخليقة سندي وحيد الخلق الناس والخليقة البهائم وح الله وح أبو ضدك الدنيا ذا أيق أبو شرط بدن ويفعله وح الله وح الله أبوري قارنوا حليهن وقيل هما بمعنى لابد وسلم الخلق والخليقة وسلم وح الله أبوري قال عبد الله بن ثابت فذكرت ذلك وركاسا للرافع بن عمرو أخي الحكم ابن عمرو الغفاري ورقص كذا قبيل عبد الله بن ثابت أبو ذر رافع بن عمرو حكم بن عمرو كلهم غفاريين فقالوا وحير وأنا أيضا أنا قلنا قد سمعت وأنا مغلي من رسول الله حديث كاسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وسويد بن سعيد أنما قال حدثنا أبو الأحوص سلام عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأن القرآن ناس وأغرنيان القرآن كدادي ضدكم من أمتي ضدك سيمرغون من الإسلام كما يمرغ السهم من الرمية وحديث سكنة صحيحة وبلي قال حدثنا محمد صباح انه قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران وملمك اكتيدا ولا هو يقسم نبي او قيبنا التبر والغنائم تبرقوا وحويان الذهب الذي لم يصفى من التراب او
ذهبك أما في الضوضة أو أن عرضي لقصة سيد الله سوقضي عرضي أن لقصة فين أو أن لشرشرين وأن لعجهان لو يعني أن لو هبين ووحي سكون الجن وذهب أما في الضاء أيال تبرق لنا مركز ذهب كاس النبي وقيبني وقلدي أو يعني هوازن غنائمتي لقى قاضي يهنتدي لقى هلي أي النبي وقيبني يلوجيها والغنائم يا غنائمتي ولا حلو النبي قلنا في حجر بلال ربتس وكسوقيه هي حجر بلال فقال رجل نبى وحري اعدل يا محمد فإنك لم تعدل النبي والله ترسل صلى الله عليه وسلم وضد ضد ديرهم خوارج واحد مذهب كود قاطع وحكى ديرهم ومضوا إنه أما وضعايو أما محد مرته وضع قال يسيو أما وحبا لما حبا مروح اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال ويلك النبي غير صلى الله عليه وسلم ومن يعدل يا عدالة سمنه بعدي إذا لم يعدل هدانا وعدالة سمنه يعدل سمنه فقال عمر وحولي دعني يا رسول الله يا رسول الله يقطقوا حتى أضرب عنق هذا المنافق كان أفكو مسلم كي قلبي سكن إيمانكم بجريء ومنافق واسخلافسين أفكر الله وح قلبي وجريء أن قرت كتير يقورين بيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحابي أو أصيحابي كاني كلي اسمها ضد صاحبه وصيغه صاحبتي ايو كوسغ في اصحاب مع اصحاب او صحاب وشك من الراوي او له اصحاب او له يقرؤون القران على مدى القران كيقريان لا يجاوز تراقيهم كالحمود المقدم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وبلي قال حدثنا ابو بكر بن شيب انه قال حدثنا اسحاق الازرق عن الاعمش عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه عبد الله محيري يا كوري أعمشنا لم تثبت رواية له عن الصحابة أصلا بقى صحابة وحكم عليهم مجروا عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار حرا وتمشكنا قالوا مقعود للشيء خوارج أما فلان أما رقم ده ولا يقنا هذا حديث مركز هذا قالوا إيك هذا ولا سيقنا لكن مقعد قالوا ولا شيء ما كما إنسان مدى محيري الخوارج كلام هذه قول يتمنى وخوارج هذا حديث كانوا كله هل كاس على سيرته يبس أولية وأعمش وعبد الله بن أبي أوفى وحكى ورنيه حديث قالوا أبو أمامة وإيمان يسبنا وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة يعني حمزة الواقد أبو عبد الرحمن الدمشقي أنه قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ كوا بربارة أي بربارية وحا دلدونا وصبيح دونا كوا صباح نشأوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن مركو صباح قضيع ولا قوية كواس ولا شرا مركو كوا صباح مركو كوا هركسان كوا كلا صباح يدنا ولا شرا ساسكو سعنيسا قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قضع أكثر من 20 مرة لا تنشر كبدا أيا إما أنت النبي يقول عليه كوا إيماني ولا قوني كوا كلا هدنا وصباحيا وإبر هدنا حتى يخرج ساسكو سعنيان إلى أو بحور في عراضهم مركز دم دين عودة الدجال إلى مركز دم الدجال كسر دين عبه ساسكو سعنيسا إلى مركز دم دجال وصبح دين عودة وكسر بحر دين عودة محل كذا يعني ما يعني أيوه كميدي هي ماها بمعنى وحويا أما الديجان كودي أما ساسو كلا أيوه الدجال وكسر بحية مركز حديث هنا حديث صحيح هشام بن عمار بن ملها صحيح وملي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المغرب لأن كان المغرب أيوب محمد مارتي ختن كيس بمعنى قبل يسوقلي أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ختن كوشي بالك المغرب هنا وعبد الله ابن أبو عبد الرحمن المغري عبد الله بن يزيد المغري نك أهوي كاس عن أنس مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم يبحيان في آخر الزمان ببحيان وفي هذه الأمة يقرؤون القرآن كأخريان لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم على مدى التحليق حير شوي إذا رأيتم مركارتان أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم الآية
حديثنا صحيح. وبه قال حدثنا سهل بن أبي سهل زنجلة ننكي أحا سهل بن الزنجلة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب حزور واسمه حزور ويان وبصري نزل أصبهان مشهد إلى إيران كتالة أيون دقودي مرقى حديث كيسة ترمذ وتصحيحية وصاحب أبي غالب صاحب أبي حنيفة عن أبي وحني إلى صاحب أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول أبو أمامة أو دهيا المغلب أبو غالب كدهيا شر قتلى وحل الدلكو وشرت بدن قتل ذا سو قتلوا للايو تحت أديم السماء يعني هؤلاء الخوارج شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء سمد أديمكم مقارك سمدان هوستيد وحل قدلو وشرت بدني وأيقوا وخير قتلى والذين قتلوهم خير قتل هو أيق الله ينا خير قتلى وخير قتلى ده وخير قتلى يعني كل الدلو كو خير كبدنا من قتلوا قفك أيقوا الدلين خوارج أيا وحل الدل أيقوا شر بدن وحل الدلين وخير بدن كو أيقوا العين كلاب أهل النار أيوه وكلاب أهل النار يهودوا قد كانوا حيا هؤلاء المسلمين مركز محل اسمه خوارج أنت لا لدق لمي لو مركز على صوصفي إبر لقى دقي مركز قد كانوا حيا هؤلاء المسلمين فصاروا كفارا قلت يا أبا أمامة هذا شيء كان ورميا شيء سمعت شيء تقول أذكر أنيس قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان وحديث وحسنه باب فيما أنكرت الجهمية هل كذا والله سبحانه وتعالى